السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي الغاليين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحة وفي احسن حال. النهاردة معايا قبل ما ابدأ الفيديو اولا هنصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم، عليها افضل الصلاة واتم التسليم، ونحمد ربنا ونقول الحمد لله على كل حال في كل وقت وفي كل ثانية وفي كل ساعة، وما ننساش الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. على طول ما تنسيش تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم في بداية يومك وفي نهايته وفي طول اليوم عادي. أول الفيديو اللي هبدأه النهاردة معاكم كان معايا فراخ بشوربة ورز وطبخ بطاطس. أول حاجة هجيب الفراخ بتاعتي وهنقعها في مية وخل وملح وليمون، وهركنها على جنب واسيبها في النقع شوية. بعد كده هجيب الرز معايا، هنقيه واغسله غسيل كويس، وهحط القعد بتاعه واحط الملح والزيت وهولع عليه على النار. بعد ما الفراخ بتاعتي خدت نقع في ميه النقع بتاعتها، اغسلها غسيل كويس، وبعد كده هقوم جايه مولعه على النار، حاطه في حله وحاطه الفرخه بتاعتي بالحوايج بتاعتها على النار ومعليه النار بتاعتي. بعد كده هحط معاها طماطم وفلفل وبصل، ورق غار، حاطه فلفل اسود، فيها حبهان وملح. الفرخه بتاعتي هبدأ ان انا مع احطها الحوايج على النار بتاعتها، واسيبها على نار عالية، وهقوم رايحه ملوحاها اشوحها شوية، حطها في الحله نزل بتاعتها. ميتها براحتها وبعد كده من بعد غير ما نقطة تتحط زيت، في مش الحله هحط فيها زيت بتاعتها خالص. وبعدين دي فراخ انا كنت هحط لها مربية على ايديا، طماطم وفلفل طبعا فراخ حاجة وبصل نضيفة ما شاء ورق الله اللهم غار بارك. وبعد حبهان كده وملح وفلفل هحطها على اسود، النار واسيبها براحتها. وافضل معليه عليها النار وبعد كده شويه بعد ما كنت لحد ما هنا حطيت الرز، غسلت غسيل كويس تاخد وتدي وحطيته معايا. على النار وبعد كده وغلي. زي ما انتم بعد ما شايفين غلي شكلها هون، ههدي على النار افضل سايباها زي ما على انتوا النار شايفين شويه، اهون وقبل شكلها ما هون شكل تشرب الميه الفراخ مع بتاعتها الحوايج احط مع لها شويه ميه. مع هنا كنت الكمون حطيت ومع الرز الفلفل الاسود وغلى والملح. ونشف زي ما بعد انتم ما شايفين. بعد هنا ده ما شكلها اهو. وانا الرز هعمل نشف بطاطس وطيت الطبيخ عليه بتاعتي. زي ما انتوا شايفين جبت كده، لها هنا تنشف شويه من ميه الميه وحطيتها عليها. الفراخ. رحت جبت حطت لها هنا لها شويه ميه ميه وحطيتها بتاعتها عليها بعد ما وسبتها ظبطت على الملح نار بتاعي. عالية، وبعدين اللهم قمت بارك. ماليه ده عليها شكلها الحله ميه. هون. بعد كده وجبت الحلة بتاعتي رحت جايبه عملت فيها حله بصلة فيها بصل وحطيت عليها فيها قرن فلفل. فلفل وبعد وفيها كده شويه نزلت طماطم بالطماطم مضروبين في ونزلت الخلاط بالصلصة. وقبل ومعلقتين كل 3 ده ما صلصه. حطيتهاش على النار. ورحت وبعد حاطه كده عليها قطعت شويه البطاطس ميه، بتاعتي، ورحت قشرتها حاطه وغسلتها البطاطس زي ما وقطعتها. انتم شايفين. ورجعت ورحت تاني قمت حاطه جاي حاطه ملح لها مظبطه لها الملح، حطيت لها ملح وفلفل وفلفل اسود، اسود، وحطيت لها وسبتها لما شويه تستوي من مع نفسها. الشوربه بتاعه ديت الفراخ الفراخ اهي، شايفين شكلها ما وشويه حطيتش من لها ولا الميه. نقطه زي ما زيت. انتم شايفين الفراخ هي ديت على اللهم فكره بارك، ما تربيه حطيتلهاش اي بيتي انا زيت اللي كنت نهائيا. مربيهم. طبعا بتبقى مفيده شايفين شكل من الشوربه غير عامله الزيت ازاي. دي بعد بتاعها. ما دي بعد الشوربه ما بعد خلصت ما وطلعت، الفراخ ودي شكل انتهت الشوربه ودي من شكل الطبيخ التسويه. معايا هون، دي ودي شكل شكل الشوربه الرز. هون. لو وده وصلتوا لحد هنا شكل ما الطبيخ تنسوش معايا. تدعموني اللهم بلايك بارك، كان وتشجعوني الاكل بكلمة اللهم حلوة. بارك طعمه جميل جدا. والمحتوى وده كان بتاعكم ايه الرز رأيه بعد فيه؟ ما استوى. لو والسلام وصلت عليكم لحد هنا ما ورحمة الله تنسوش وبركاته، اللايك اشوفكم في والشير. فيديو السلام جديد. عليكم ورحمه الله.